السلام عليكم متابعين عزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش كتعاودوا؟ وبغيت نقول لكم رمضان مبارك سعيد، الله يطول لكم بالصحه والعافيه طول العمر. وصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. وديروا الصمدة ويلا نبداو. وفي النواحي ديالها كثير. البنت اللي سميتها مريم عمرها ما بين 21 سنة، ساكنة مع عائلتها اللي نقدروا نقولوا الناس العقد الحال، اللي متكون الأب اللي سميتو سي إبراهيم، والأم ديالها اللي سميتها لالا رقية. وهي اللي عندهم كانوا باغيين يزيدوا شي بنية ولا وليد، ولكن هذا هو القدر ديال الله. كانت حياتهم عادية، وكي كنقولوا كل يوم ورزقه، كل يوم نعيشوه بنهار طبيعة الحال. نقدر نقولوا هاد الشهر مبارك، شهر رمضان، شهر مغفرة، شهر توبة. نقدر نقولوا رمضان اللي كيكونوا العالم السفلي مكيكونوش بصفة نهائية حيت ربي كيسد عليهم، ولكن مريم كتحلف وكتعاود وكتقول بانه شافت داكشي في رمضان وما متقبلاش داكشي اللي شافته بصفة نهائية. المهم داك النهار اللي تكون في الصباح اللي فاقت مع 9:30 بحال هكاك، وقالت لها الام ديالها سيري يا بنتي الله يرضي عليك وسيري تسخري جيبي لي الحليب وسنيده وكيلو ديال السكر. اياه واخا، ولكن بنتي ما تعطليش، ما تخافيش عليا، مشيت غير ونجي. لبست عليها جلابه، لبست عليها جلابه ودارت عليها زيف الخبز ومشات الحانوت كتجيب السخره. بينما هي راجعه كتشوف واحد القط اللي نقدر نقولوا لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. هو كحل وعيناتو باللون اسود. بحيث في الديبار شفتو عادي، ما شفتوش في ديك الحاله الثانيه اللي تشوفها فيه في المره الثانيه في اليوم الثاني طبيعه الحال. المهم وهي غدا عاوتاني كتشوفو لقات لي بانه القط تابعها، وقالت ما جات بانه ما نشري والو القط، ضروري نمشي نعاود نرجع للحانوت ونشري لي فرماجه. وما عرفت بانه هاد الاجر اللي درت يوقف معايا مره اخرى. مشات مريم طبيعة الحال الحانوت، عافاك تقطع الفرماجة ويقول لها الحانوت ويلا كنتي عندي وعلاش عافاك كمل معايا هاد الاجر اللي حمريتو نعطيني الفرماجة. واخر مرة ديري هاد البلان بحال هكا، نسيت والله نسيت. عطاها محمد ديك الفرماجة مشات كتقلب هذاك المش ما لقاتوش، سبحان الله، باغا تعطي داك الفرماجه وفي الاخر ما لقاتوش. بقى فيه الحال، خدات ديك الفرماجه خباتها عندها، قالت زعما غدا ان شاء الله لقيتو. وثاني الا لقيتو بلا ما نقلب ليه ونعطيه فرماجه طبيعة الحال الخوت. هذا ما كان. دخلت للدار، ما بقات كتغوت. مريم هذه هي ما تعطليش، ما مسمحي لي واحد القط زوين ولكن ولا هو باللون اسود. وهي تغوت الام، بقات كتغوت واش معاك؟ واش عندك العقل؟ واش عطيت بوك خاصك ثلاثه العصا؟ سمع الاب الغوات، اش هاد الصداع؟ اش هاد الغوات اللي مدارين نتوما بجوج؟ ايوا سيدي بنتك لا الفهيمه تعطلات ما جابتش السخره وزيدها كتلعب مع المشاش. كنقولها 100 مره بعدا من المشاش، ماشي مش الكحل. ويجر الاب لبنته، قسي بنتي قسي، بغيت نعلمك واحد الموضوع مهم. الله يسمعنا خير ربا، مالكم داير الحال على هاد المشاش؟ مالكم؟ هما روحهم بريئه عند الله. قسي بنتي نعاود لك وانتي ما عرفتش واش تثبت لي رايك ولا لا. تمام، جدك الله يرحمه تا هو كان عزيز لي مشاش وربى واحد الموش، ماشي اي موش، داك المشاش اللي في الزنقه لا، موش الكحل. يعني المهم داك الموش الكحل لبنتي ربى بغى عطا كيعطي الماكله. ومرتو هي كي كنقولوا حنا جده مالها جدتك
دات لي حاله قالت لي ما كتسمعش الهضره، وقيلا بغيتي انت دات الموت الكحلم قلت له. ويقول الحاج واش تي عندك العقل، دير راسك في الموش. الله يهديك الحاج، الله يهديك ودير عقلك. ايوا المهم كل نهار داك الموج كيوسخ ليها الحاله، ولا في الفراش ولا في الدار. وملي هذا كيطيح الليل كيقبل ليه لاطار ما كيعرفوه يا بنتي فين مشى. هذا انا مش لك حابه تعرفي. المهم درتو ايام وايام وايام ونص البلان كيتعاود كتوسخ الدار بسبب داك الموج. وفي الليل كيغبر وحده ما كيعاودوا ما يقلبوا عليه وما كيلقاوش. ايوا حتى تطلع عليها الزعف الراس وتعصبات وغرار خدات الموس يا ربي تسمح ليها وقتلاتو. بنتي قتلاتو. والمشكله وهي بنتي جدك في الصباح كان كيقلب على داك الموش ما لقاهش. المهم مشى عند مرتو قال لها اسمعي واش شفتي داك الموت اللي انا مربيه؟ قال لي الموش تسول عليه. واش انا مرتك انا غدا ما كتسولش عليا؟ الله يديك الحاج انتي راه عزيزه وغاليه هي، ولكن انت الموش عزيز وغالي. ايه قلت انا بحال الموش. ايوا والله جاتك بخير الحاج. المهم الحاج اللي بقى يقلب على الموش ما لقاهاش بنتي. داز مده طويله والو حتى النهار ديال ليله القدر رجع الموش صح سلام. بحال تقولي بنتي راك الحاجه اللي تطمات تقول ويلي انا قتلت الموش بيدي كيفاش رجع. وما كانش في صيفته هو ولكن ما عرفناش. وانا بنتي انا كنت باقي صغيره تقول لقيتها تكون يلا تولد في الليل تقدر 27 بحال هكا. قبل ما نتولد دابا ملي مات داك الموش انا ما كنتش في ديك الدار وداكشي ما كان باقي كاع ما ولدوا داكشي. وملي تولدوا داكشي قبل ما نتولد قالت الحاج سبحان الله قال مالك ما عرفتش نقول واحد الخبر زوينه. قولي انا عامله وما عرفتش واش صح ولا لا. قال دابا هذا هو اللعب ديال الدراري الصغار. قالت لي غدا ان شاء الله نمشيو للسبيطار. وداكشي بالفعل بنتي مشاو للسبيطار عرفوا بانه هي حامله ودازو 8 شهور وولدتني في ديك النهار اللي رجع فيها لقت نهار 27 وتسمعي بنتي. وبقات مصدومه ومشكله مع هي دابا نفيسه وهزاني صدمات وما عرفت كيفاش تطيحاتني انا. هادشي كيعاود جدك هو با هذا با ملي شاف الموج باش انا شتني انا اللي طحت مشى كيجري عند الموج وشدو ويقول لي يا ولدي توحشتك ولدي الغالي. بقات سلمى مصدومه كتقول ولدو طاح وما عبروش ورجع الموج ودار لي هاد الحاله. المهم دازو 4 ايام بالذات على داكشي اللي وقع بنتي. امي كتشوف الموج بانه شوفاتو ماشي شوفات عاديه بانه شوفاتو عويناتو باللون احمر. ما عجبنيش تكلمت ليها على كيف حنا عندنا. ولات كتخلع منه ولات كتهرب منه وخافت منه يدير فيها شي حاجه. المهم وفي الوقيته كانت باقا نفيسه وسمعي بنتي دازو ثاني 5 ايام. ونقدر نقول لك داك الموج مشى عند امي وبدا مشى عندها بصفه الموج لا مشى عندها بصفه انسان وجا وقف على قال يا الحاج دار فيا الخير ودخلنا داركم وانتي درتي فيا هاد الحاله وقتلتيني. ايوا سمعي شي اعز ناس اللي عندك واللي قرابين لك نصفي ما نصفي لهم. الحاجه اللي بقات كتغوت وتبكي تقول لي تكون تعد بالله مشطن الراجم. قالت اعوذ بالله من الراجم ما خبر هذاك خونا اللي كان كده معايا. الحاج اللي كان كيجري وكيعترف برجليه وكيقول مالك هاد المراه اما كي كتغوتي. الحاج
مشينا فيها بقات كتعاود لي قالت لي درت درت. لا انتي عاقله كتخربقي، ما نديش على درتك حيت انتي باقا نفيسه. المهم دازو 5 ايام بالضبط ماتت امي الله يرحمها، وبقى جدك هو جدي زعما بابا. ايوا وبنتي هو اللي بقى مسكين تا كبرني، تا هو مول الامانه امانته. وهذا ما كان بغيت نقول لك بنتي بعدين موت الكحل. اسمع الله يهديك الحال، داك الموت ما دار لكم والو بالعكس. ولكن وكان واحد الحاجه اللي ما فهمتهاش، وهي لقيته في الصباح وملي كنت راجع باش نعطيه فرماجه ما لقيتوش. جاتني غريبه. سير بنتي سيري عاوني امك راه كتعيط لك وانا علمتك وصافي. المهم دوزو يومين ولا 3 ايام داكشي اللي وقع لمريم. اختصروا الاحداث باش فهموا حاجه بحاجه. وفي اليوم الثالث اللي تكون مريم غادي تاني تسخر نفس السخر وداكشي، تشوف داك الموج وكتهز هذيك الفرماجه عطاتها ليه، والموج ملي دات ليه الماكله قمشها في عينيها وجيت يديها. ملي قمشها ما عجبهاش الحال وصافي، ما بغاش تضربو ما بغاش تقيسو ومشات بات كتبكي وعامر وجهها بالدم ويديها بالدم وغاز في السخره. شافت ما قلت لها ما كان حال تكون شاد الدم بحال هكا، وعاودت لها قالت لها داك الموس اللي قلت لك عليه عطيتو فرماجه وقاسني وقمشني في عينيا وفي يديا. وفي راسكم الخوت يلا دابا تبدا الحكايه ويبداو الاحداث الغريبه وجمع حاجه بحاجه. والقصه اللي وقعت لبات هذا ماشي بات مروه ولكن بات مروه على هكاك داك جدها. الاحداث ديالو بقاو عاقلين على الخوت باش تعقلوا اش وقع لمروه مريم تغلطوا سميت اش وقع لمريم. المهم وهي تغوبت الام وتقول لها هادشي دابا ما كنعاود لك هضره وكنقول لك باتي ما جاش وانت ما كتسمعيش، ولكن امي ما كنتش قاصده كاع هادشي وقع. سبحان الله. الله يعطيك العقل قول لي امين. المهم ثاني يومين ولا 3 ايام بالضبط وثاني رجعت مريم ثاني كتسخر وعطات ثاني موش الفرماجه وعاود قماشه في العين الثانيه والدمع ثاني في يديها وفي وجهها. مشات ثاني وقالت لما اش كاين هي قلت لها لا انت ما عندك عقل. اجي يلا معايا نيت باش نشوفوا الكذاب تبع بالدار وريني هاد الموش. يلا بغات توريها ما كتلقاش داك الموج بصفاني يا الخوت. عيش داك الموج كيكون عا في الصباح وما كيكونش في الليل، ولكن هاد الاحداث اللي يجيو هما يقلبوا هاد القصه 180 درجه على الخوت. عقلتوا داك الموج اللي قتلت اللي تقتل. بقاو عاقلين على هاد اللعيبه باش تستافدوا منها، باش ماشي تستافدوا منها تعقلوا عليها مزيان. المهم وثاني تكون مريم مسخره في العشيه ماشي في الصباح، وتكون غاده بشويه وديك البلاصه اللي ساكنين فيها ما كاين فيها حد، بحال تقولوا ثقيل. كتسمع شي واحد كيقول لها مريم يا مريم كتضرب بحال هكا ما كتلقى حتى شي حد، ولكن كتسمع صوت ديال المشاش اللي كيغوت بالجهد، وهي تابعه داك الصوت تابعه تا توصل داك الصوت بالضبط. غتلقى داك الموش داك حل اللي عويناتو اللي حمر ومخرج عينو. قال لها جا الوقت باش نصفيها لك وناخذ جزائي منك ولا من عائلتك اللي قتلوني بدون رحمه وشفقه. قالت لي كتغربق ما كنعرفكش بسم الله الرحمن الرحيم كيفاش موشك حال كيدوي تخلعتي مني دابا نوريك. المهم مريم اللي اختفت في ظروف غامضه ما عرفوش والدها فين مشات ودابا قلبوا على شي نقولوا 3 سيمانات بحال هكاك، وتحلات قضيه اختفاء ديال مريم مع الخوت. بجاو بغاو يرجعوا الاحداث داكشي اللي وقع لمريم وما تيقواش،
ولكن صدمة الكبرى وهي الخوت مريم الله يرحمها. أم الأمنة دائما ماشي مثل موتى عادي، ولكن داك الموش اللي تسيف عليها ووقف على شكل إنسان وقتلها بدون رحمة وشفقة. والمشكلة ماشي قتلها عادي، ولكن عشان نقول لكم كيفاش ماتت بصفة نهائية. الدرية ما دارت والو وقطعها طرف 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 طرف، ولاح الجسم ديالها مقطع جهة المقبرة. وكيفاش يعرفوها الخوت؟ دوز بحال شي عامين 3 سنين، والناس اللي حدا المقبرة كيجمعوا واحد الريحة غريبة الخوت، ديكلاراو بداك الشيء اللي واقع. مشاو يشوفوا، لقاو جثة صافي ما بقاتش مبروزة مشوهة، وداروا التحريات ديالهم. عاوتاني حلوا قضية مريم. ويقول الأب بقات في بنتي، ما عرفت واش هي ولا ميتة. قالت لي الأم واش تعرف شي حاجة مخبي عليه شي حاجة؟ ما عرفتش والله، ما عرفت بالله. المهم دازت شي ساعتين بحال هكا كتيصوني البوليس على عائلة مريم. السلام عليكم، شكون معايا؟ حنا البوليس، بغيت نقول لكم الله يرحم بنتك ام الامانه امانتها. كيفاش؟ الام اللي تاخذ الخبار وطاحت طيحه واحده. المهم لقينا الجثه ديالها كلها مقطوعه، والجثه ديالها كلها مقطعه وملوحه في المقبره. احنا المشكله تحل، زعما هاد القضيه كنا سادين عليها، ولكن الناس اللي حدا المقبره سمعوا شي ريحه غريبه وهذا ما كان. الاب اللي تصدم، الام اللي تشلات كامله. واش نقول لك، هي قاطعه بزاف. ويقول الاب مرتو هذا الجزاء ماشي ديالنا انا وياك مرتي العزيزه، الجزاء ديال امي اللي قتلت هذاك القط، وكان متحلف داك القط بانه باغي يصفيها لشي حد ما يلتنا، ولكن ما جات في بنتنا. المراه كتسمع وما كتويش. ودي نهاية الخوت. كنتمنى القصة تنال اعجابكم، ونصيحة من عندي، ما عمركم تقربوا للمشات الكحلين، وما عمركم لا في الصباح لا في العشية لا في الليل، وما عمركم تقتلوا القطط، وخا يكونوا سواء عاديين ولا ماشي عاديين، سواء جميع الالوان، ولكن بالخصوص باللون الاسود. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كيحضرنا يقول لنا ولا تحذروا، ما تقربوش الموش الكحل لانه كيتسيف. الكلب الاكحل كيتسيف حيت كيشوف العالم السفلي. وهذا المكان، وكنتمنى هاد القصه تاخذوا منها عبره وليست للفرجه وللمتعه. وبسلام عليكم يا احلى جيش حكايه دودو.